سيد الرئيس، حان الوقت باش تسمع للصوت تاعنا، تسمع الصوت الشباب وصوت الناس اللي يخدموا في الميدان. التراث تاعنا راه في خطر كبير، كاين بزاف ناس راهم يخدموا وينسبوا التراث الجزائري ليهم. كاين دولة حاليا راها قامت بمهرجان اللي سمته مهرجان البلوزة، والدعم من جميع الأطراف الحكومية وحتى الملك شخصيا اللي راح يقوم بدعم هذا المشروع. أما احنا في الجزائر، في البلاصة اللي تولدت فيها البلوزة، في تلمسان وفي وهران وفي الغرب وفي كامل الجزائر، أنا فريقي اللي نظمنا مهرجان مرتين وخلينا المهرجان يشوفوه دوليا وعالميا. هذا المهرجان ما تلقى ولا دعم، تخيل، لا وزارة ولا أي جهة رسمية حضرت وساندت الفريق تاعنا الشباب. كان فقط فيه دعم من مديرية الثقافة، بصح نحتاج دعم أكبر باش نحافظوا على الأصل تاعنا ونحافظوا على أولا سيد الرئيس، حان الوقت باش تسمع للصوت تاعنا، تسمع الصوت الشباب وصوت الناس اللي يخدموا في الميدان. التراث تاعنا راه في خطر كبير، كاين بزاف ناس راهم يخدموا وينسبوا التراث الجزائري ليهم. كاين دولة حاليا راها قامت بمهرجان اللي سمته مهرجان البلوزة، والدعم من جميع الأطراف الحكومية وحتى الملك شخصيا اللي راح يقوم بدعم هذا المشروع. أما احنا في الجزائر، في البلاصة اللي تولدت فيها البلوزة، في تلمسان وفي وهران وفي الغرب وفي كامل الجزائر، أنا فريقي اللي نظمنا مهرجان مرتين وخلينا المهرجان يشوفوه دوليا وعالميا. هذا المهرجان ما تلقى ولا دعم، تخيل، لا وزارة ولا أي جهة رسمية حضرت وساندت الفريق تاعنا الشباب. كان فقط فيه دعم من مديرية الثقافة، بصح نحتاج دعم أكبر باش نحافظوا على الأصل تاعنا ونحافظوا على أولا سيد الرئيس، حان الوقت باش تسمع للصوت تاعنا، تسمع